السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه بنت سيدي الخضر مستغرميه. ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس. وإلا خاصك بيتزا خفيفه وسهله وبنينه وكيما تاع المحلات، نقول لك مرحبا بك. هذا الفيديو ليك اليوم، جبتها لك بطريقه سهله وغادي تخرج لك بنينه بزاف، وغادي نطيبوها غير في الطاجين. نبداو بسم الله وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا عندي كاس تاع حليب اللي غادي نزيد له كاس تاع ماء يكون دافي، ونزيدو مغرف تاع خماره تاع الخبز ومغرف تاع سكر. نخلطوا كل شيء غير بالفوي، ومن بعد نزيدوا لها ربع كاس تاع الزيت. نعاودوا نخلطوا غير بشويه هكا، ما نكثروش بزاف التخلاط. ونزيدوا 2 كيسان تاع فرينه ومغرف ولا نص كيس تاع خماره تاع الكاطو. نعاودوا نخلطوا هذاك الخليط تاعنا، ونعاودوا نزيدوا 2 كيسان تاع فرينه ومغرف تاع ملح. نخلوه حتى مع التالي هكا باش نديروه. نعاودوا نخلطوه غير بالفوي. هنايا مازال كاع ما درناش يدينا، هذا وين حتى الكاس التالي باش غادي ندخلو يدينا. قلت لك بلي طريقه راهي سهله بزاف. ندخلو هذاك الكاس تاع الفرينه ونخلطو مليح. وهنايا كاين الفرينه تشرب وكاين ما تشربش. نتيا لاصتيها صايولات العجينه ما تزيديش، كما انا الفرينه تاعي تاع هذه الخطره ما تشربش. زدت هنايا نص كاس، ولازم تقعد لي هذه العجينه طريه بزاف، ما لازمش تزيد لها فرينه بزاف. انا هنا دات لي 5 كيسان ونص، وخطرات ديري غير 5 كيسان. والعجينه لازم تكون طريه وتلصق في اليدين. نخلوها تريح، نرجعها في ريسيبيون وخلوها تريح. وهنايا قلت لك هاي ولا نص الكاس اللي يبقى لي من الكاس السادس، انا درت غير 5 ونص. بعد ما ريحت لي هنا العجينه، ندير في يدي غير شويه تاع الزيت ونقلعها من هذيك الريسيبيون ونديغازوها ونخرجوا لها هذيك الهواء اللي يكون فيها. ونعاودوا نقسموها. هنايا انا دارت لي 8 كوريات، وانتيا كما تبغي. انا الحجم تاعهم كان متوسط. نخلوهم هما تاني يريحوا شويه، ونغطوهم بكيس بلاستيكي باش ما ديرناش هذيك القشره الفوقانيه. بعد ما خمرت لي العجينه واحد 10 دقائق ولا، نعاود ندردر هكا غير شويه تاع فرينه، ونحط هذيك الكره الاولى اللي بديت بها. هنا كي راكي تشوفي باللي العجينه راهي ناجحه 100%. شوفي كي دارت لي هذوك البوليطات هكا لهم فيها، هذا دليل على نجاح العجينه. نحلها هكا بالطول، بعد نعاود نقلب العجينه ونحلها بالعرض. هذه الطريقه باش تحصلي على شكل دائري. انا هنا كنت درت الطاجين يحمى، ومن بعد حطيت فيه هذيك العجينه وخليتها حتى ولات دارت لي داك الفقاعات. عاود تقلبتها، ما خليش تطيب بزاف من التحت، ونخليها تطيب وتحمر لي من الجهه هذيك التحتانيه اللي غادي ندير فيها لاصوص. وانا درت هنايا الطون، ونزيد ندير فيها الفرماج ونبلع عليها هكا بالبلاع تاع الطاجين، ونخليها حتى تطيب من الجهه التحتانيه على نار قليله. وهنايا بعد ما طابت لي وذاب هذاك الفرماج، هاني قطعتها معكم، وراكي تشوفي بها باللي بيتزا وناجحه وكما تاع المحلات. وهنايا العجينه راهي فيها الفقاعات وكاع، وراهي طايبه من الجهه التحتانيه ومن الجهه الفوقانيه اللي حطينا فيها لاصوص. ما لازمش تخليها بيضه، لازم تطيبيها باش مين تحطي على لاصوص العجينه ما تشربهاش. وهذا هو السر باش تنجح لك البيتزا وتخرج لك كما تاع اللي نتباع من برا. هنايا بعد ما طيبت كاع هذوك الحبات اللي بقاو لي بنفس الطريقه، هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. هنايا انا كان عندي الفلفله وشويه دنجال، قليتهم مع شويه تاع الثوم، وزدت لهم البيتزا تاعي من الفوق مع هذاك الطون والفرمان. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، بيتزا بنينه وكيما تاع المحلات. وصلنا لاخر فيديو. الى عجبتك الوصفه تاع نهار اليوم، ديرها العائله تاعك وفرحيهم بها. تبعي كاع الخطوات اللي درناهم في رحبه، وكاع النصائح اللي قلتهم لك باش تنجح لك. ما بقى لي لكم تهلاو في رواحكم، ما تستاوليش بالجيم والابوني، اشتركوا في قناتي، ومع السلامه.